من ريحة زمان ومن قلب الريف. هنعمل النهاردة احلى فطير مشلتت بكل اسراره وكل تكاته. هتطلع معاكي بالجمال والطراوة دي، طري ومورق. تابعي معايا الفيديو للاخر. انا هبة ودي قناتي، او اول مرة تشوفيني ادخلي قيم المحتوى، قوليلي رأيك في التعليقات، وفضلا وليس امرا لايك وشير لو عجبك الفيديو. ويلا نبدأ. معانا نص كيلو دقيق، ده دقيق مخبوزات. بننخله بالطريقة دي بس علشان ندخل في كل جزيئاته الهواء. خلاص. وبعد كده بنحط عليه حوالي 5 جرام ملح والنص كيلو. وبعد كده في العجان بنديهم لفة او على ايديكي، يعني العجينة دي سهلة انها تتعجن على ايديكي. النص كيلو دقيق بياخد تقريبا من كوباية وربع لكوباية ونص، اللي هي 200 ملي مية دافية في الصيف وسخنة في الشتاء، عشان المية الدافية او المية السخنة بتساعد على تكوين الجلوتين اللي احنا محتاجينه انه يكون العجين ليه عرق في الفطير المشلتت. هنفضل نضرب. انا غيرت الكف هنا للخطاف، وهنفضل نعجن لغاية ما تتكون معانا عجينة لينة مش بتلزق. خلاص. احتاجت على فكرة مني معلقة دقيق تاني اهو، وبعد كده اديتها لفتين 3 كده بالخطاف، وبعد كده عملتها بالزيت. طلعت معايا عجينة لينة مش بتلزق. اهم حاجة انها تبقى عجينة لينة طرية كده مش بتلزق. بحطها في الطبق، بلفها كده واحطها في الطبق بتريح حوالي 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعة. وبعد كده بختبرها اهو، بشوفها بصباعي، بشوفها لما تمط كده زي اللبانه يبقى هي كده تمام ارتاحت وبقت زي الفل. هقسمها 4، وبعد كده اهو بقسمها 4 كور كده، وبعد كده بحطها في الطبق تاني بمعلقتين زيت كده، وبعدين برضو بغطيها وبسيبها تريح من 10 دقايق لربع ساعة. برضو اديني اختبرتها اهو، لقيتها بتمط زي اللبانه، يبقى هي كده تمام ارتاحت. هي خدت 10 دقايق مني راحة، يعني غطيتها وسبتها 10 دقايق. وبعد كده بقسم كل كورة من الأربعة لكورتين، يعني بقى معايا كده حوالي 8 كورات. بحطهم في زيت، يعني معلقتين 3 زيت حد كده حلوين، وبعدين برضو بغطيهم وبسيبهم يرتاحوا. بس المرة دي بسيبهم حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع، يعني سيبوها كل ما تسيبوها ترتاح كل ما هيطلع معاكي الفطير سهل ان احنا نفرد الكورة. كل ما ترتاح كل ما تبقى سهلة معانا في الفرد. بناخد كل كورة كده، اول كورة عملناها وبعد كده بنبدأ نفرد. بنحط زيت على الرخامة ونبدأ نفرد الكورة من جوه لبره من جوه لبره، علشان تنعم، عشان هي بتبقى سميكة من جوه وخفيفة من بره. فانا باخدها من جوه لبره، وبعد كده بنعم الاطراف خالص. بفردها بالطريقة دي، يبقى زيت من تحت وبحط معلقة سمن من فوق علشان تساعدني في الفرد اهو. معلقة سمنة بتساعدني في الفرد. بفرد لغاية ما تبقى العجينة شفافة، اكنها بتشف الحاجة اللي تحتها. مش مشكلة لو اتقطعت، لان احنا كده كده هنلمها، فمش هتبان في واحنا مع بعضها، يعني الطبقات مع بعض. بدخل الهواء بالطريقة دي، شايفين فقاعات الهواء، وبعد كده بلمها زي الظرف كده على بعضه واشيلها. كل 4 كور النص كيلو دقيق بيعمل فطيرتين وسط، وممكن ال8 كور يعملوا فطيرة واحدة كبيرة. خلاص. ادي بفرد تاني اهو، وبعد كده بحط الظرف الاولاني جوه الكورة التانية اللي فردتها، وهكذا. انا هعمل فطيرتين بالنص كيلو، فكل 4 كور كده هحطهم، افرد واحدة واحطها جوه التانية، افرد واحدة واحطها جوه التانية من جوه لبره يا جماعة. وبقى نعمل الاطراف خالص بحيث لغاية ما تشف اللي تحتها، تبقى كأنها كده زي ورقة الشفاف بتشف اللي تحتها ناعمة خالص. بعدين بدخل الهواء بالطريقة دي، وبحط الكور اللي انا عملتها قبل كده جواها او كده. مش بيبان لو اتقطعت، ادي فمش مشكلة يعني لو اتقطعت منك. ادي دي اخر كرة في من ال4 الاولانيين.
بفردها، وبعد كده هحط فيها الثلاث كور اللي احنا كل ظرف جوه التاني، كل ظرف جوه التاني، علشان ايه تفرد معانا وتبقى سهلة ان احنا ايه نفردها، كل كرة سهلة ان احنا نفردها، ما تبقاش الموضوع معانا ايه صعب، ان تبقى عايزين مساحة كبيرة ونفرد كل العجينة ازاي ونورقها ازاي كده. بنقسمها وكل عجينة بتبقى ايه سهلة. بنحطها في الصاج بتاعنا، وبعد كده بنولع الفرن على اعلى درجة وتسيبها تريح حوالي تلت ساعة لغاية ما يسخن الفرن بتاعنا على اعلى درجة، يبقى ساخن جدا الفرن. بفردها بالشكل ده، بحط في وش على الوش من فوق معلقة سمنة او قشطة اللي حابب. انا حطيت سمنة او قشطة للي عنده قشطة يعني، وتتحط قشطة. وبفردها كده على السمك اللي انا عايزاه، السمك اللي انا حباه، يعني ممكن تبقى رفيعة، ممكن تبقى وسط، وممكن تبقى سميكة. بس طبعا ايه انا بحب الوسط اللي هي قد مثلا عقلة الصباع. بعد كده بحطها في الفرن 10 دقايق على الرف اللي من تحت، وبعدين 5 دقايق على الشواية من فوق. لو انت بيشتغلوا الاتنين مع بعض يبقى تمام، وبيطلع معاكي بالجمال ده. سخنة جدا يا جماعة، انا مش عارفة امسكها اهو. دي شكلها من بره ومن قدام ومن ورا، وادي لما فتحناها كل طبقة غير التانية، مفصولة جميلة ومورقة. هي سخنة يا جماعة، مش عارفة امسكها. وبعد كده نوصل لأحلى حتة ان احنا ندوق. انا بحبها بالسكر، انتوا كلوها بالطريقة اللي انتوا عايزينها. بتتحط 10 دقايق في ستريتش راب او كيس طعام نضيف، بنسيبها 10 دقايق. بعد كده بنلاقيها طرية وناعمة. كله فيها وادعولي فضلا وليس امرا. لايك وشير وسبسكرايب لو الفيديو عجبك. اشوفك في فيديو جديد. باي باي.